لأن من الصعب الإنسان يحفظ القرآن أو ينتهي من الحفظ ويكون حفظه غلط، صعب جدا باش يصحه فيما بعد، راح ياخذ منك وقت كبير. نقول لكم علاش، هذه بالتجربة التي نقرئ بها الطلبة. كي الشيخ ما يصححش للطالب ولا يصحح له هو ما يعتنيش بذلك التصحيح، لسانه يجري على ذلك الغلط لمدة سنوات، ربما يختم ويجلس 4 5 سنين 6 هو حافظها غلطة، معناتها خلاص تقرابات داخل مخه غلطة. كي يجي يقراها ما ينظر في المصحف يقراها خطأ، لأن الذي يسبق في القراءة وشنو هو؟ ماشي العين، الذاكرة والنطق تاع اللسان. العين راهي تشوف بصح هو يقراها غلط، على بالي ماهوش قاصد ماهوش متعمد، لكن اللسان جرى على هذه القراءة، معناتها تعودت على القراءة الخاطئة. فلذلك لازم الطالب كي يكون يحفظ ينظر جيدا، وهذا مما كان يوصيني بها شيوخنا وإحنا صغار، يوصوننا بالحفظ المتين مع التركيز. معناتها حاول أن يكون حفظك الجديد الأولي قليل الأخطاء، تحفظ صحيح من البداية، لأنه اللي يحفظ غلط ويروح بذلك الغلط يكمل معك حتى الختمة، ولما تجي تصحح في الختمة الثانية على الشيخ صعب في البداية أن تقرأه قراءة صحيحة، صعيب. علاش؟ لأن اللسان تاعك تعود لمدة طويلة هو يقرأها غلط. وربما بعض الناس يحفظ القرآن ويكتفي بما قرأه في الأول وينتهي، معناتها ينقطع، تبقى حفظته غلطة. هنا ما تردش اللوم على الشيخ، قول له يا شيخ أنت اللي كنت قريتني غلط. لازم الإنسان في الدرجة الأولى يتهم نفسه باللي هو ما قراش مليح، الشيخ خليه في مرتبة ثانية أو ثالثة، قال هو ورالي وأنا ما كنتش ناخذ الرأي، ولا ما كنت نراجع مليح، ولا ما نسجلش الغلطة في مخي. وأنا أذكر وأنا صغير نحفظ القرآن كان الشيخ يلزمنا بأمرين اثنين: إحضار النسخة نتاعك تاع المصحف مع قلم الرصاص، حتى كان مرات يضرب الطلبة اللي ما يحضروش المصحف في الحلقة وما يجيبش القلم تاع الرصاص باش تكتب الخطأ بجانب. وأنا مما أذكره جيدا كلمة مرت علي عند هذه 35 سنة في سورة البقرة، في قوله تعالى: تلك 10 كاملة. أنا نشوف فيها باللي 10، سنقرأها للشيخ بسكون الشين، تلك 10 كاملة. يقول لي الشين مفتوح، اقرأ جيدا، وأنا نقرأ فيها نشوف